بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أخذت الشق السياسي لأن بالنسبة لنا كمجلس النواب لابد أن ينظر إلى أي ملف من شقين، شق فني وشق سياسي. أنا أتوقع أن الشق السياسي قد يكون أهم من الشق الفني، لأن الشق السياسي هو الذي يحرك الملفات. للأسف غياب الوعي لدى البعض قد يكون يعني هو سبب ضعف معالجة بعض الملفات أو تحريك بعض الملفات. يعني أنا هذه وجهة نظري. ننطلق أن في أي دولة إذا كانت هناك مؤسسات أو صاحب شركة إذا عنده شركة لابد أن يتابع ويراقب هذه المؤسسة أو هذه الشركة، لأنه لابد يعني بعد الممارسة والعمل بتحصل هناك انحرافات أو أخطاء أو ثغرات أو مشاكل، سميها ما شئت. من خلال هذه المراقبة أنت بتعرف هذه الثغرات، هذه المشاكل اللي حدثت بغية أن تعالج. يعني أنت تبغي تعالج، تبغي هذه المؤسسة أو هذا المشروع يكبر ويتطور وينمو ويكون مستدام ومع مرور الزمن. هذا الهدف الأساسي. إلا أننا في المؤسسات الدولة عندنا السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثلاث سلطات. الدولة الديمقراطية حطت آلية كل واحد يراقب الثاني أو بحيث لا تطغى سلطة على سلطة. إلا أن احنا بنلاحظ بأن الرقابة على المؤسسات العامة، الدستور قد أناط الرقابة إلى ديوان الرقابة. المادة رقم 16 جاء فيه ينشأ بقانون للرقابة المالية يكفل بالقانون، يكفل القانون استقلاله ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إرادة الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته. فإذا الشخص المعني بالرقابة وديوان الرقابة جهة مستقلة لها وظيفة خاصة بمتابعة هذه المؤسسات الدولة وبالأخص الأموال، لأنها أموال العامة. هنا نلاحظ ثلاث ملاحظات. المادة ذي لم تذكر بأن ديوان الرقابة تبع لأي جهة. من المسؤول، من هو المسؤول الأصيل على هذا الديوان؟ في الدستور 73 كان ديوان الرقابة يتبع المجلس الوطني، ولعل قد يكون هذا الانتماء من وجه صحيح. أنا دائما أقول يعني هو اسمه ديوان الرقابة، والمجلس النيابي له مهمتين، رقابة وتشريع، والرقابة قد يكون هو المقدم. دائما التشريع يكون في الدول، التشريع هو يأخذ الساحة الأكبر في الدول الحديثة النشوء، لكن الدول اللي خلاص انشأت ذي لا، حيز الرقابة يكون فيه أوسع، أما التشريع يكون في جوانب تكميل بعض النواقص، تعديل بعض الأشياء، ولكن الجانب الأصيل هو الرقابة. فمن هذا نعم. خلنا نكمل الحين. فهذه اللي كان يسمونه دستور 73، فكان يتبع دستور 73 فكان يتبع للمجلس الوطني. إلا أنه لما أتى في 2002 نشوف أنه لم ينص على شيء يتبع لمن. ثم نجد بأن المادة 16 من نعم المادة 16 قال وقد يكون ذلك، هذه في نعم هذه في المادة 116، وقد يكون ذلك بإلحاق الديوان بالملك مباشرة باعتباره رأس الدولة والحكم بين سلطاتها. هذه في المذكرة التفسيرية. وقال وقد يكون، هنا لم يقطع أيضا، فكان إلى الآن كأنه لم يرسم على شيء. إلا أن في مرسوم بقانون رقم 16 سنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية صرح بأنه يتبع الملك. فإذا هو مر بمراحل 73
ثم الدستور، ثم المذكرة التفسيرية، ثم مرسوم بقانون ما يتعلق بديوان الرقابة. قال ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويسمى ديوان الرقابة المالية والإدارية ويتبع الملك. هو لما جعل هذا الجهاز تابع للملك هو قال لإضفاء القوة عليه، القوة، بحيث انه اذا يتبع الملك الكل الجميع الجهات والمؤسسات ستتعاون مع هذا الديوان، لان الذي يشرف عليه هو جلالة الملك. هذه من حيث المنظور. احنا لا نخطئ احد الدستور 73 ولا المذكرة هذه اللي يسمونها او مرسوم بقانون 2002 المتعلق بشأن الرقابة، ديوان الرقابة. لا، هو يقول إن لعل بعض السلطات لا تتعاون زين مع ديوان الرقابة فيكون تبع لجلالة الملك، لعلها أن تتعاون فيكون لديها سلطة. سؤال آخر، هذا قد يكون ليس هذا محل الطرح، هل المؤسسات فعلا تتعاون أو لا تتعاون؟ هذه سؤال آخر يبحث في جانب آخر، وإنما أنا أبرر لماذا هم برروا بهذه التبرير بأنه يكون تبع للملك. المراقبة، احنا نشوف ديوان الرقابة أولا اللي صدر 2018 قال بأن من المشتركين أو المشاركين أو الجهات المشاركة في الرقابة ذكر المواطنين أو المواطنون. ثم 2020 و22 ذكروا المواطنون والمقيمون. هذه بادرة زينة، فكأن الدولة تميل إلى أن المواطن يكون شريك في الرقابة. أيضا في برنامج الحكومة في كم من مبادرة جاءت بأن يشرك المواطن في التشريع، يكون أيضا مشارك في التشريع. وهذا أيضا يعني كأن السلطة التنفيذية تنحى منحى إشراك المجتمع في أعمال مثل سواء الرقابة في تقرير ديوان الرقابة أو مثلا في التشريع من خلال برنامج الحكومة. هنا يمكن يأتي الدور الأول لإعمال الرقابة على هذه المؤسسات. أنا بغض النظر عن ديوان الرقابة حاليا قد يكون مجلس النواب بالأصالة، وقد يكون هو يعني شريك أصيل لديوان الرقابة، شريك أصيل في الرقابة على المؤسسات. وهذه الشراكة الواحد يعرفه وهذه الأصالة يعرفه بالمهام، لأن البرلمان رقابة وتشريع. وأيضا المؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والنخب من الكتاب والمثقفين من خلال الصحافة والإعلام أيضا هم شركاء في هذه الرقابة. وإحنا ذكرنا بأن احنا ذكرنا بأن برنامج الحكومة الجديد يعني ينص على إشراك المجتمع في عملية تشريعية، وأن تقرير ديوان الرقابة 2019-2020 أيضا قد أضاف في تقريره إضافة إيجابية بذكر الشركاء منهم المواطنون، ثم عدل ذلك في 2020 و21 المواطنون والمقيمون، واستمر على ذلك. نشوف أيضا مادة رقم 1 يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها. هذا في القانون المتعلق بديوان الرقابة، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون. ذكر الأعمال التي يراقبه الديوان. أنا أقول بالعكس، ما دام هي المؤسسات التي وضعت للمصلحة العامة أو لمصلحة المواطن، فالمفروض المواطن وأيضا البرلمان يحاول أن يوسع من دائرة الرقابة، لا أن ينكفئ على نفسه ولا أن ينسحب. اللي احنا قاعدين نشوف أن كثير من المواطنين جالسين يتنازلون عن صلاحياتهم، كثير من النواب في السابق تنازلوا عن صلاحياتهم، يعني إما بصفة التململ يتململون يعني
من الدراسة المستمرة مثلا أو المراقبة المستمرة، أو قد يكون عن مثلا قلة وعي عن أهمية هذا الملف. فلا بالعكس، احنا المفروض نوسع هذه الدائرة، لأن المال العام مالك أنت يعني، وهذه المؤسسات وضعت لإدارة المواطن والوطن. فالمفروض احنا نبحث عن كيفية وآليات للرقابة، ونبحث عن قنوات لهذه الرقابة، لا أن نمتنع. دائما أنا أقول واحد اللي يشيل هم قضية، يشيل هم صادق ونية صادقة، سيجد هناك القنوات التي توصله لإيش؟ لهذا المراد. أتوقع أن الفرق بين الدول الغربية هناك إرادة صادقة عندهم، إحنا ما عندنا إرادة صادقة. إحنا دائما يقول لك لا، اللائحة ما تسمح لي فيجلس مكانه، والله القانون لا يسمح لي فيجلس مكانه. لا بالعكس، أنا أطالب بأن ما دام هذه الأموال عامة، وهذه الأموال العامة يجب أن لا تستباح من جهة أحد، وحتى المرافق العامة يجب أن لا تستباح من أحد، لأنها ما وضعت وما جمعت إلا لمصلحتي ومصلحتك أنت. فيجب أن نكون شركاء في هذه المراقبة، وفي هذا نعم في هذه الرقابة، وفي هذه المؤسسات الرقابية. بالنسبة لمجلس النواب، احنا عارفين الأدوات الرقابية اللي عندنا اللي هي الخمسة. توجيه الأسئلة كما في مادة 130، نائب واحد ووزير واحد في كل شهر، يعني نائب واحد يوجه أسئلة إلى وزير واحد وفي كل شهر. وأتوقع بأن حتى هذه الأسئلة، وإن كان البعض يقول بأن يعني هذه ليست بتلك القوة، ولكن يجب إيش أن نفعلها جيدا. إن سؤال واحد أو عدة أسئلة، نائب من النواب يدرس هذه الأسئلة ويوجهها لمن يراه، لا تكون أسئلة عبثية، لأن للأسف بعض الأوقات نحن نشاهد هناك أسئلة عبثية، فتكون هناك يعني طرح عبثي فلا نصل إلى نتيجة. أنا وجهة نظري لو أن النائب وضع الأسئلة بتمعن ودراسة لكي يصل إلى هدف، سيصل إلى هدف. أيضا الأداة الثانية الاستجواب، 5 أعضاء على الأقل لأي وزير، يستجوبون أي وزير في الأمور الداخلة ضمن اختصاصاته، ولا يأتي سحب الثقة إلا بعد الاستجواب كما في مادة 152. هذه أيضا يعني أداة ثانية. الأداة الثالثة تشكيل لجان التحقيق كما في مادة 160 لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجانا وأن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه. هذه أيضا يجب أن يفعل. ولعل المناقشة العامة هذه صارت عندنا، المناقشة العامة الأسئلة طرحت كثيرا ووجهت إلى الوزراء، لكن يعني في المداخلة الأخيرة هذه الثلاثاء اللي قبل دي وجدنا أن مثلا وزير الصناعة والتجارة وجهت لعدة أسئلة، يمكن فوق 5 أسئلة ما جاوب على شيء، يعني هو جواب إنشائي. أنا وجهة نظري يجب أن لا يمرر هذه الأجوبة بهذه الصورة. يجب أن يكون هناك يعني أن تكون هذه الأسئلة جادة والأجوبة جادة. أنا ما أنتقل، أول شيء لازم تخلص لي هذه النقطة، وإلا إحنا بنستمر في حلقة مفرغة. هي آلية موجودة عندك للرقابة، أداة موجودة للرقابة، لكن هل يتم تفعيلها تفعيل الصحيح؟ هنا هذا الموضوع اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. ولذلك أتمنى تكون هناك وقفة صادقة من النواب لمعالجة هذه المشكلة. 4 من النواب وجهوا أسئلة الوزير، والأجوبة كلها والجواب كله إنشائي، سواء ما نشر في الجرائد أو ما تم في داخل المجلس. المناقشة العامة هذه أيضا حصلت المناقشة العامة، وهذه أيضا يتروالي يمكن احنا المفروض نتوسع، المفروض كل أسبوع يكون هناك مناقشة عامة لأحد الوزراء في قضايا مهمة تمس المواطن لعدة أسباب. يعني بعض الأحيان احنا نسمع كلمات إنه ما في فائدة. لا، في فائدة يا جماعة. هذه الأدوات وضعت إنزين إلا فيها لغرض معين، ولكن الخلل يأتي في سوء استخدام أو عدم تفعيل الجيد لهذه الأدوات.
احنا خلينا نكثر من المناقشه العامه مره مرتين. اتوقع بان مع ان المجتمع يشارك في ذلك، انا دائما اقول يا جماعه ترى عقلين افضل من عقل واحد وثلاثه عقول. احنا الله لعل الله سبحانه وتعالى اختارنا من حسن ظن الناس، ولعبه سياسيه لعبناها واستطعنا ان نوفق بين الفرقاء ووصلنا الى قبه البرلمان الى المجلس. غيرنا قد يكون افضل منا، ولا سيما اذا كان من اهل التخصص. يعني انا لي نظره عامه في بعض التخصصات، انا مالي نظره دقيقه. يعني مثل سعاده النائب محمد الاحمد هو متخصص في الماليه، لعله يستفيض بتفصيل في الموضوعات الماليه. انا مو متخصص، ولكن لا مانع بان ياتي شخص هو متخصص زين في الامور الماليه او مثلا الامور القانونيه او امور اخرى زين مطلع فيها، ان ياتي لاحد النواب زين يطلب الاجتماع بعدد من النواب، يطرح عن الفكره او يتواصل مع النواب ويطرح عليه مشروع او سؤال او فكره معينه، لاننا كلنا في الاخير على مركب واحد، وكلنا يريد اصلاح سواء تقويه المؤسسه البرلمانيه والتشريعيه وايضا مؤسسات الدوله. ولذلك انا قرات الماده الاولى في ديوان الرقابه انه لماذا وضعت اهداف نعم دقيقتين ان شاء الله ان شاء الله. لماذا وضعت او وضع ديوان الرقابه الا لمراقبه هذه المؤسسات العامه، هذه الاموال العامه، لكي لا تنحرف عن مقاصدها الحقيقيه. فاذا نحن حاليا كنواب يعني فعلنا توجيه الاسئله والمناقشه العامه، ولعل هناك تشكل لجان. هذه الادوات الرقابيه للاسف البعض من المواطنين، عشان تكون كلمة فضفاضة عشان لا أحد يتحسس من إذا خصصنا أشخاص أو فئة معينة من المواطنين يأخذها، يعني ما يأخذها بجدية. أنا ترى لا يا أخي شارك أنت. يعني واحد يقول لك لا ما في فائدة من هذه الأسئلة وهي يعني عبارة عن لعبة أو أن النواب ضعاف. يا أخي إذا النائب ضعيف قوة مثل هذا المجلس. دائما احنا فالحين في النقد اللاذع والجارح، يعني المميت، اللي النائب بدل ما تقويه انت وما في، هو وصل خلاص. الان هذا النائب وصل 4 سنوات معك. الحلول اللي واحد يحط انه يمكن تجربه سنه واحده اذا ما فلح نقدر نسقط هذا النائب، هذه حلول ما تنفع، لان النائب له حصانه. واسقاطه اذا كان احنا اعطينا منفذ لاسقاط احد النواب، ما ندري من يتدخل لاسقاط النائب اللي على الصواب، النائب الصالح، النائب القوي. هذه جماعة ولذلك دائما احنا يعني نقارن القوانين واللوائح الموجودة عندنا بالقوانين واللوائح الموجودة في الدول الأخرى. لماذا وضعت هذه اللوائح؟ ولذلك أنا أقول أن اللائحة الداخلية ما أضعفت ابتداء إلا من قبل المواطنين، اللي يقول لك يسمونه يستلم راتب ويستلم يعني سيارة ولا منصب حصان، المفروض نشيل. يا جماعة الهدف من ذلك أن تعطيه أمن، يعني أول شيء لأنه لابد لأنه سيراقب، لابد أن يشعر بالأمان، أمن وظيفي، أمن مالي، أمن أسري، أمن ملاحقات اللي يمكن تحصل له. فهذه كل من هذه يعني لهذه الأسباب وضع الراتب الجيد لكي لا ينشغل النائب عن وظيفته الأساسية بالوظائف الأخرى. دائما النائب عطى الراتب ليس النائب فقط، الموظفين في المستويات العليا كالقضاة والوزراء وغيرهم عطب الراتب الجيد والاستقلالية الجيدة، ثم إذا أفسد تحاسب محاسبة شديدة، لأن خلاص أنت أعطيتك ضمانات في كل شيء. بعد ذلك أنت تنحرف، تأخذ رشوة أو غير ذلك، أو تفسد أو تستولي على الأموال العامة، هني المحاسبة تكون شديدة. المفروض هكذا يعني. فتقليص الصلاحيات اللائحة الداخلية للنواب أنا أتوقع كانت بادرتها من المواطنين، وبعضهم يطالب بإلغاء المجلس
لعدم لانه غير مفعل، غير ايجابي، وما استفدنا شيء. زين، فمثل هذا الاصوات يعني اتوقع يعني هي اللي اضعفت ابتداء المجلس النيابي. ولو استمر المواطن بطرح مثل هذه الافكار من غير دراسه ووعي، اتوقع بان المجلس سيستمر في الضعف. نحن نحتاج الى اذا كان النائب ضعيف ان تقوي هذا النائب. هني ياتي ذكائك، شلون كيف تحتوي هذا النائب. اتوقع ما اظن ان 40 نائب ولا واحد فيهم يعني عدم لا يقبل الاحتواء. في نواب يقبلون الاحتواء، من إذا 5 ما قدر أعلم مثلا على الأقل 35، إذا 10 ما قدر أعلم على الأقل 30. أتوقع أن أغلب النواب سينصت. إنزين، القضية الثانية اللي هي الرقابة الشعبية المجتمعية. أتوقع بأن هناك لو حصل رأي عام في موضوع ما وهناك الناس صاروا كلمة واحدة، ما أظن أن النواب أحد من النواب يجرؤ على مخالفة هذا التوجه المجتمعي، ما أظن. ولذلك الآن اللائحة الداخلية أو تعديل اللائحة الداخلية يمكن احنا بنناقشه بعد أسابيع وسيطرح. مفروض أيضا المجتمع يشارك بعدم تقليص صلاحيات النائب، مفروض يشارك، يعني كلمة واضحة جدا لا للتعديل. ولذلك انا بالنسبه لي حطيت هدفين: اعاده هيبه المجلس، وإعادة هيبة المجلس هذه كلمة عودة كبيرة جدا، وإعادة هيبة المجلس لها عدة آليات وتحركات لإعادة هذه الهيبة، وأيضا إعادة بعض المكتسبات التي أهدرت من مكتسبات المواطنين. إذا استطعنا إعادة بعض الهيبة وبعض المكتسبات أتمنى بأننا سننجح، هذا المجلس سيكون ناجح. وآخر كلمة أختم بها اللي من ساعة كنا نتكلم، احنا المجلس يعني احنا فعلا هناك في انحدار أو تقهقر في بعض الأشياء، نحتاج إلى فرملة. أول ما تطق بريك أنت توقف مكانك أو يصير يمكن تزحف، لابد حان الوقت أن نفرمل. إن المجلس ويعني نظرة المواطن لابد نفرمل. معلش أنت شهر شهرين يمكن سنة بترجع ورا شوي، ليه احنا قاعد الانحدار؟ لأنك أنت يعني قاعد تنحدر بسرعة. أول ما تضرب بريك يمكن تزحف السيارة، فيمكن شهر شهرين سنة ثم تقف السيارة ثم تحاول أن تنطلق إلى الأمام. يعني أتمنى أن أنا وفقت في الطرح السياسي. هذه السياسة إدارة هذا الملف، سواء ديوان الرقابة، تقرير ديوان الرقابة أو الملفات السياسية الأخرى.